يا أستاذ وجدي وكل المشاهدين يلاحظوا ما سأقوله الآن. قبل أعوام وقبل أن يظهر المشروع الإيراني على أراضينا العربية كانت إسرائيل تنتظرنا في تل أبيب، وتنتظرنا في القدس المحتل، وتنتظرنا في الأراضي المحتلة متى نهاجمها في عقر دارها. ولكن بفضل المشروع الإيراني تغيرت المعادلة، وأصبحت إسرائيل تستطيع أن تقصف في الحديدة، وتستطيع أن تقصف في قلب دمشق وبيروت، وتستطيع أن تضرب في بغداد، وتضرب في أين ما شاءت من الأوطان العربية الذي يسيطر عليها النظام الإيراني. هذه هي الكارثة، وهذا هو المشروع الإيراني، وهذه نتائج المشروع الإيراني. لا يوجد مشروع تحرير فلسطين. لو في لدى النظام الإيراني وأذنابه وأذرعه موضوع تحرير فلسطين، يا أخي الكريم لديهم خط إمداد متصل ببعضه من داخل طهران إلى الجولان. لماذا لا تتحركوا بجيوشكم هذه اللي أنتم جالسين تستخدموها لقتل العرب، لقتل المسلمين، لاضطهاد الشعوب، لتفجير منازلهم، لفرض الفكر بالقوة، لمحاولة صبغة المجتمعات العربية بطابع مذهبي مختلف بالقوة تحت تحديد هذا السلاح وهذه الدبابات وهذه الصواريخ والطائرات المسيرة. تفضلوا، الجولان أمامكم،